لو قررت خلاص تسافر امريكا بس مش عارف الولايه اللي هتنزل عليها ايه، الحلقه دي عشانك. سيفها بقى وتعالى اقول لك. الساحل الشرقي بتاع امريكا او الايست كوست معروف ان هو الشتاء بتاعه تلج زي الافلام بالظبط ما بنشوف. لو بتقارن بالجو الشتاء في مصر، عايز اقول لك ان ملوش اي علاقه من بعيد ولا من قريب بالجو بتاع امريكا. قرار ان انا اسيب جيرسي والشتاء بتاعها واروح كاليفورنيا كان من اهم القرارات اللي خدتها في حياتي. على قد ما هو كان قرار صعب ان انا اسيب الولايه اللي عشت فيها 4 سنين، بس كان لازم اروح ولايه فيها احتياجاتي في الفتره دي. تعال اقول لك ازاي خدت القرار ده. الولايه اللي انا اخترتها كان فيها حاجات كتير جدا من الحاجات اللي بدور عليها في الوقت ده. كان جوها جميل جدا، كان فيها مناظر طبيعيه خلابه. الحاجه الوحيده اللي كانت في الولايه دي مش كويسه ان اسعار البيوت فيها والعيشه كانت غاليه حبتين. بما ان انا ما كنتش بدور على بيت في الوقت دوت ولا كان في دماغي الموضوع ده، فما فرقش معايا قوي. فلو انت جاي امريكا اول مره، انت لازم تعرف كويس انت عايز تعيش ازاي. تدور على ولايه فيها جو حلو، ولا بتدور على ولايه فيها شغل كويس، ولا بتدور على ولايه فيها بيوت اسعارها رخيص. لازم تعرف كويس المدينه او الولايه اللي انت نازل عليهم بيقدموا لك ايه في الطلبات اللي انت كاتبها لنفسك. ما تنساش تكتب لنا في الكومنتس انت هتاخد القرار ازاي. اي مواضيع تانية وحاجات محتاجينها في امريكا اكتبوا لنا في الكومنتس محتاج ايه، وانا اعمل لك عليها حلقه. انا غلطت عشان انت تستفيد.